الوحيد اللي انا راهنت عليه وان شاء الله هكسب الرهان. انا راهنت على زيزو فشلت، راهنت على بن شرقي فشلت، راهنت على امام عاشور فشلت. حسيت ان العيب فيا انا، فكنت خايف اراهن على ده المره دي. بس دوت لسان حال لاقرب الناس ليه، وهو اللي قايل لهم الكلام دوت، ان مصطفى محمد قال ان انا لو اتقفل في وشي الباب بتاع الاحتراف وخلاص، اوروبا اتقفلت في وشي، النادي الاول اللي انا هبقى راجع له نادي الزمالك. ده النادي الاول اللي هيبقى في حساباتي، لا اهلي بقى لا بيراميدز ولا الكلام ده خالص. فعشان كده ده اللي اتقال من لسان مصطفى محمد لاقرب الناس ليه، وده اللي اقرب الناس ليه قالوه. عشان كده مسؤولي نادي الزمالك بلغوا بابا، طبعا باباهم اللي هو الاستاذ ممدوح عباس، فممدوح عباس اداهم الضوء الاخضر. قال لهم بصوا، شوفوا مصطفى محمد ميزانيته كام ومعاكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. انا الصفقه دي هصالح بيها جماهير نادي الزمالك، فشوفوا سواء بيع او سواء اعاره سنه، شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم فيه. الراجل اداهم الضوء الاخضر وقال لهم اتعاملوا، انا ما عنديش اي مشكله. عشان كده مجلس اداره نادي الزمالك ابتدى يكلم اللاعب وابتدى يتفاوض مع النادي بتاعه عشان خاطر يشوفوا ايه الفلوس اللي هم عايزينها وهيرجع ولا لا ولا ايه الدنيا. عشان كده اقدر اقوله بفم مليان، مصطفى محمد ابننا، مش زي اي حد تاني خالص يعني.